اذا مشاهدين انفا بريس ومشاهدين القضيه 24 في قضيه الان مشجعه مدينه بني ملال في لحظه تاريخيه بفوز المنتخب الوطني. نقدموا الكلمه نساء بني ملال حول الفوز بالمنتخب الوطني. السلام عليكم. احنا جد مسرورين بهذا الفوز الكبير اللي حقه المنتخب المغربي، وعاش الملك وكنهديو هذا الفوز. جلالة الملك نصره الله وأيده، وعاش الشعب المغربي وعاش الأبطال ديالنا المغاربة. الله ينصرهم، الله يعزهم، الله يعلي من شانهم، وعاش الملك والأسرة العلوية الشريفة. فرحانة بزاف المنتخب الوطني، أنا فرحانة بزاف من طنجة للقويرة، أنا عير الحسن مدينة القلعة مكونة وجمهور بني ملال فرحانة بزاف من طنجة للقويرة. الحمد لله نجيبوا هذا الكاس ان شاء الله من 2022. هذا الفوز اللي فازوا لنا الابطال الاسود، الحمد لله والشكر لله. إذا زغاريت واحتفالات جمة بفوز المنتخب الوطني المغربي كما تشاهدون مشاهدي انفا بريس والجريدة 24. معنا أحد المتتبعين للشأن الرياضي الأستاذ مصطفى يعطينا تعليق على فوز المنتخب الوطني المغربي. فرحانين بهذا الإنجاز التاريخي اللي حقه المنتخب المغربي، وتنشكروا المدرب والقجع واللاعبين بصفة عامة والمكتب المسير بصفة خاصة. حنا شحال هذه حنا متشوقين لهذا الإنجاز هذا وهذه الفرحة هذه. ديما مغرب وتأهل نصف النهائي، تنتمنوا يتأهل النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. كنشكروا وليد الركراكي بفوز المنتخب الوطني، حنا فرحانين بزاف وفيف لو ماروك، وتحيه للمنتخب الوطني حينتاش لعب شي حاجه اللي هو وعاش الملك، عاش الملك، عاش سيدنا، عاش محمد السادس وديما ماروك. الفوز هذا وما عمرنا ننساوه، وكنشكروا المدرب ديالنا تبارك الله عليه، الله يحفظه وليد الركراكي هو وليداته ديما جميع المغرب. احنا كندعاو معاهم عمرهم ربي خير. بريس والقضيه 24 كما تلاحظوا اليوم تتوجه بمركز مدينه بني ملال. فرحه عارمه للمنتخب الوطني بالفوز ديالو على المنتخب البرتغالي، فرحه كبيره للساكنه الملاليه. كما تلاحظوا اليوم اجواء رائعه. الصراحه كانت مقابله صعبه للمنتخب الوطني المغربي، كانت مقابله جد قويه. وتنشكروا وليد الركراكي، تنشكروا زياش، جميع اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي تنشكرهم. ومعنا الجماهير الملاليه الان تتشجع المغرب. الاخ الكلمه في حق المنتخب الوطني المغربي في المشاركه ديالو والتاهل ديالو لكاس عالم قطر 2022. بالنسبه للاخ هذه فرحات وصافي، بس ما كما تشاهدون يعني الحمد لله بنادم الحمد لله فرحان. ونقطه اخرى كنشجع المنتخب المغربي وشكرا بزاف. وحاجه اخرى بالنسبه يعني الحمد لله الشعوب كامل تجمعات، كنشوفوا هذه الكره جمعات الحمد لله الشعوب، وهذا نقطه مهمه وشكرا للمنتخب. الحمد لله اليوم كان انتصار تاريخي. الحمد لله اليوم تأهلنا نصف النهائي، كانت اول فريق افريقي وعربي واسلامي غادي يتأهل الدومي فينال. عقبال ان شاء الله الفينال ان شاء الله. وديما مغرب وعاش إذا المشاهدين انفا بريس والجريدة 24 تتوجه بني ملال على مقرب من مركز المدينة قرب النافورة. معنا نساء بني ملال تحتفلوا بالفوز ديال المنتخب الوطني. هناك أحد المغربيات القادمة من مدينة مراكش، تعطينا الكلمة حول الفوز بالمنتخب الوطني المغربي. مساء النور. اليوم احنا جد فرحانين بهذه لا فيكتوار، وكنهديو هذا النصر لجلالة الملك محمد السادس